بيبدأ الفيلم في اليابان مع طالب اسمه تاكاهاتا. تاكاهاتا كان متميز ما بين الطلاب لأنه طالب ذكي، ولأنه ذكي جدا بيحس بملل في حياته فبيتمنى حاجة تحصل. وفجأة وهو في الفصل والمدرس بيكتب على السبورة، راس المدرس بتنفجر وبيخرج مكانه لعبة غريبة بتتكلم واسمها داروما. واللعبة دي بتخش مع الطلاب في تحديها، لو لفت وشها وشافت أي طالب يتحرك بتتفجر راسه على الفور، ولو اللعبة لفت ظهرها فالطلاب مسموح ليهم يتحركوا براحتهم. ودلوقتي لعبة داروما بتلف وشها وبتشوف طالب بيتحرك وبتقتله، واللي بيخاف وبيطلع يجري برضه بيموت في الحال. وبعدها اللعبة بتلف وشها وبتفضل تقول في اسمها، والطلاب الباقيين بيبقوا في قمة الخوف وبيقولوا هنعمل ايه. وداروما كمان لما بتقتل أي طالب بيخرج منه كرات حمراء صغيرة، والطلاب بيبدأوا يصرخوا من الخوف، بس في طالب اسمه سكاتي بيهديهم وبيقول لهم أنا عارف اللعبة دي لعبة داروما، وإحنا محبوسين فيها لحد ما اللعبة تقتلنا كلنا، بس في زرار في ظهر اللعبة لو دوسنا عليه فالتحدي هينتهي. وفي طالب بيرتكب غلط كبير وبيجري علشان يدوس على الزرار، بس داروما بتحس بيه وبتلف بسرعة وبتقتله. ودي كانت استراتيجية داروما، إنها تتكلم بالراحة، ولما تحس إن في طالب بيقرب تلف بسرعة وتقتل. وبعدها الطلاب بيلاحظوا إن في عداد للوقت في ظهر اللعبة، وقدامهم دقيقة واحدة، ولو الدقيقة خلصت فكل الطلاب هيموتوا. فكل الطلاب بيحاولوا يقربوا من داروما علشان يدوسوا على الزرار، بس فيهم اللي بيتزحلق من الكور اللي في الأرض، واللعبة بتلف وبتموت، والفصل أصبح كله جثث، وما بقاش فاضل غير 10 ثواني، وما تبقى من الطلاب غير تاكاهاتا وسكاتي، وبيقرروا يعملوا خطة علشان يكسبوا في التحدي، وهو إن سكاتي يوطي وتاكاهاتا ينط على ظهره بسرعة ناحية اللعبة ويدوس على الزرار. وبالفعل تاكاهاتا بينجح في آخر ثانية، واللعبة بتقع وبتتضايق إنها اتهزمت وخسرت في التحدي. وتاكاهاتا وسكاتي بيهيصوا إنهم نجوا عويتهم، بس فجأة راس سكاتي بتنفجر، وداروما بيقول لتاكاهاتا أنت اللي دوست على زرار، فأنت الوحيد اللي كسبت التحدي. وتاكاهاتا ما كانش مصدق اللي حصل، وداروما بتقوله كمان إن القطة لسه هتيجي، وداروما تقصد إنها كانت بتدي نبذة عن التحدي اللي جاي. وفجأة باب الفصل بيتفتح وبتظهر صاحبة تاكاهاتا اللي اسمها إتشيكا، وتشيكا كانت في حالة صدمة، وتاكاهاتا بيجيلها علشان يطمنها عليها، وتشيكا بتحكي له إنها برضو كانت في تحدي داروما، ولما تشيكا داست على زرار كل زمايلها ماتوا. وتاكاهاتا بيقول لها ده نفس الكلام حصل معايا، احنا لازم نتصل بالشرطة. بس لما بيطلع تليفونه بيلاقي ان مفيش شبكة، فبيطلعوا يجروا هما الاتنين من المدرسة، لكنهم بيلاقوا كل الابواب مقفولة. وتاكاهاتا حاول يكسر الازاز بس ما كانش بيتكسر، وبيلاقوا في الاخر باب بيفتح وبيخشوا لصالة الالعاب الرياضية، وبمجرد ما دخلوا الصالة الباب يتقفل مرة واحدة، فهم بيتحبسوا تاني، بس ما كانوش لوحدهم، وكان في طلاب تانية، وفي طلاب منهم كانوا لابسين لبس شبه الفار. وتاكاهاتا بيفهم إنهم داخلين في تحدي جديد، وكان مكتوب على الأرض دخلوا الكورة في السلة علشان تكسبوا. وفجأة الأرض بتتهز وبيخرج تمثال عملاق على شكل قطة، والقطة على طول بتاكل طالب لابس لبس فار، وبتبدأ تتحرك ناحية أي طالب لابس لبس فار وتاكله. وبيكون التحدي ده أصعب من التحدي اللي قبله. وتشيكا بتشوف كورة بتتدحرج على الأرض، وتاكاهاتا بيشوف الطوق بتاع السلة في القطة العملاقة، وبيفهم إنه المفروض يدخل الكورة دي في السلة بتاعت القطة. وتاكاهاتا بيقول للطلاب على الموضوع ده، ففي طالب سلة محترف بيطلب من تشيكا ترميله الكورة، ولما الطالب ده بياخد الكورة بيرميها في السلة بتاعت القطة، وكانت فعلا هتخش، ولكن القطة بتصد الكورة وبتمسكها وترمي الكورة على الطالب بكل قوة، والطالب بيتخبط في الحيطة وبيموت. وبعدها القطة بتبص على تاكاهاتا بس مش بتاكله، وبتبص على أي حد لابس لبس الفار، وتاكاهاتا هنا بيفهم إن القطة بتاكل أي حد لابس لبس الفار، فبيحذر الطلاب وبيقول لهم اقلعوا لبس الفار. وفعلا كل الطلاب بيعملوا كده وبيقلعوا اللبس وبيظنوا إنهم كده في أمان، بس فجأة القطة بتتحرك تاني وبتبدأ المرة دي تاكل أي حد، والطلاب بيجروا من الخوف حوالين الملعب. وتشيكا بتلاقي الكورة واقعة جنبها، وكان في عداد للوقت على الكورة وفاضل فيه 3 دقايق. وفي اللحظة دي القطة بتقرب من تشيكا علشان تاكلها، وتاكاهاتا لما بيشوف صاحبته هتموت بيروح بسرعة يلبس لبس الفار علشان ينقذ صاحبته. وفعلا القطة بتسيب تشيكا وبتطارد تاكاهاتا، وتاكاهاتا بيفضل يشتت القطة وبيجري يمين وشمال، وبيطلب من أي حد يرميله الكورة، بس كل الطلاب خايفين يحصل لهم زي ما حصل للاعب السلة. وتاكاهاتا بيبدأ يسمع صوت غريب وبيعرف إنه علشان لابس لبس فار، فبيفهم إن القطة كانت عايزة حد يحك لها ظهرها علشان تنام.
وتاكاهاتا بعد ما فهم الكلام ده بيجري وبيطلع على ظهر القطة وبيمسك في الحبل ده وبيفضل يحك ظهر القطة. ولما تاكاهاتا عمل كده القطة بتتبسط وبتبطل تهاجم حد، وكانت عايزة تاكاهاتا يفضل يعمل كده. وتاكاهاتا بيطلب من باقي الطلاب يجوا يساعدوه، وتشيكا بتجيله وبتساعده. وكل الطلاب لما شافوا ان الحركة دي جابت نتيجة بيطلعوا على ظهر القطة وبيعملوا زي تاكاهاتا، وبالتالي القطة بتبدأ إنها تنام، وبالفعل بتنام تماما. وتاكاهاتا بيروح يمسك الكورة وبيستعد علشان يرميها في السلة، بس باقي الطلاب بييجوا وكل طالب عاوز هو اللي يرمي الكورة لأنهم خايفين إن اللي هيرمي الكورة في السلة هو الوحيد اللي هيعيش. وبيفضلوا يتجادلوا ويتخانقوا في مين اللي هيرمي الكورة في السلة. وبسبب صوتهم العالي القطة بتصحى وبتقتل 2 من الطلاب بمخالبها. وتاكاهاتا بيدرك إنهم مش هيلحقوا ينيموا القطة تاني لأن مفيش وقت، بس بتجيله فكرة عبقرية. وبيروح ياخد كرة سلة مقطوعة وبيطلب من إتشيكا تجيب الكرة بتاعة القطة وتخش ورا غرفة خلع الملابس، وبعدها الاتنين بيخرجوا وكل واحد ماسك كرة ولافف بلبس الفار، وبيتقدموا هما الاتنين ناحية القطة من جهة مختلفة. والقطة كانت محتارة أنهي واحد فيهم ماسك الكرة اللي المفروض تصدها. وتاكاهاتا بالغلط بيبين إنه معاه كرة سلة عادية، والقطة بتفهم إن الكرة التانية مع إتشيكا فبتمسكها وبتحاول تصدها، بس بيطلع إن ده جزء من خطة تاكاهاتا. وبيستغل إن القطة مركزة مع كرة إتشيكا وبيرمي الكرة اللي معاه واللي بيطلع جواها الكرة بتاعة القطة، ولكن للأسف الكرة مش بتخش في السلة والكل بيفتكر إنهم خسروا التحدي. بس فجأة في طالب بيظهر من ورا القطة اسمه أمايا وبيدخل الكرة في السلة وبيفوز بالتحدي في آخر ثانية. والقطة بتتوقف تماما وبتعلن انتهاء اللعبة، وبترجع تشتغل بعد ثواني وبتقول إن الكسبان هو تاكاهاتا وإتشيكا وأمايا، ومش بيتقال اسم أي طالب تاني. وتاكاهاتا بيتسائل ايه اللي هيحصل لباقي الطلاب، وفجأة أمايا بيقتل باقي الطلاب اللي خسروا لأن أمايا كان شخص مجنون وبيحب يعيش في عالم القوي فيه بينتصر على الضعيف. وبيروح ناحية تاكاهاتا وإتشيكا وبيقول لهم احنا اللي كسبنا فاحنا اللي نستحق نعيش. وإتشيكا بتقول له انت مجنون وما ينفعش تقارن نفسك بينا. وأمايا بيتضايق من الكلام ده وكان رايح يقتل إتشيكا، فتاكاهاتا بيتدخل وبيوقفه. وبعدها القطة بترش دخان أبيض والتلات طلاب بيختفوا. وبنشوف على الأخبار إن في جميع أنحاء الكوكب بيحصل نفس التحديات في المدارس، وتقريباً في أكتر من 10 مليون طالب مات، والمذيعين بيبدأوا يغطوا اختفاء الطلاب. وفي إعلاميين بيقولوا إن السبب في اللي بيحصل ده هم الفضائيين. وبنشوف إن في مكعبات ضخمة ظهرت وبتطير في السماء، وفي المكعب بتاع اليابان بيصحى تاكاهاتا وبيشوف صديقة قديمة ليه من مدرسة تانية اسمها توكسا، وهم أصلاً زمان كانوا مرتبطين. وغير توكسا كان في 2 طلاب تانيين موجودين من مدارس تانية واسمهم تيرا وتاكا، والطلاب دول كانوا قدروا ينجوا من تحدي داروما وتحدي القطة في مدارسهم. وتاكاهاتا بيدرك إن كل الطلاب اللي هنا بيبدأ اسمهم بحرف التي، فبيفهم إنهم حبسوا الطلاب اللي كسبوا في التحديات، وكل أوضة فيها الطلاب اللي بيبدأ اسمهم بحرف معين. وتاكاهاتا بيفتكر إن إتشيكا وأمايا بيبدأ اسمهم بنفس الحرف، فبيخافوا يلاقي إنهم يكونوا مع بعض في نفس الأوضة، بس الباب في الأوضة عنده كان مقفول، بس بيوقفوا الطالب اللي اسمه تيرا. تيرا كان شاب عبقري جدا ومغرور، وبيقول لتاكاهاتا مفيش حد هيجي يساعدنا، وبيوريله صورة ثلاثية الأبعاد عن الأخبار وهي بتتكلم عن اللي بيحصل. وتاكاهاتا بيفهم إنه موجود جوه المكعبات اللي ظهرت في العالم. وتيرا بيقول لتاكاهاتا إحنا محبوسين هنا وكل اللي المفروض نعمله نستنى التحدي الجاي. وبعدها الباب بيخبط وبيخش عليهم 4 عرايس غريبة طايرين في الهوا، وبيقولوا للطلاب إنه جه وقت التحدي الثالث، والتحدي ده أصعب من التحديات اللي قبل كده. وواحدة من العرايس بتطلب من تيرا إنه هو اللي يبدأ اللعب، ولأن تيرا واثق من نفسه بزيادة بيوافق. والعرايس بتشرح اللعبة وإن تيرا هيقعد على الأرض وهيغمي عينه، والعرايس هيلفوا حواليه وهيبدأوا يغنوا، وبعد ما يخلصوا الأغنية بيسألوا تيرا مين اللي واقف وراك؟ وتيرا بيتوتر وبيجاوب غلط، فبالتالي تيرا بيخسر. واحدة من العرايس بتطلق الليزر على تيرا، والليزر ده بيخلي العرايس متحكمين في تيرا بشكل كامل، وبيخلي تيرا يضرب دماغه في الأرض كذا مرة لحد ما بيموت. وبعد ما تيرا مات العرايس بتطلب من تاكا انها تخش تلعب، بس هي بترفض وكانت ميتة من الخوف. فالعرايس بيقولوا لها لو رفضتي تخش اللعبة هتموتي على الفور.
فتاكا بتضطر تلعب علشان ما عندهاش حل تاني، وبتغطي عينيها والعرايس بتغني وبتلف حواليها وبيسألوها مين اللي واقف وراكي. وتاكا من خوفها الشديد بتتأخر في الرد، فالعرايس بتعلم إنها خسرت وهي بتقوم وكانت عايزة تهرب، بس العرايس بتحوطها والعروسة بتطلق عليها الليزر، والمرة دي بيخلوا تاكا تفتح رجليها وبيفضلوا يسحبوا فيها لحد ما عظمها اتكسر وجسمها اتقسم نصين. والعرايس بعدها بتختار توكسا، بس تاكاهاتا بيقول لهم أنا عاوز ألعب بدلها، والعرايس بتوافق وتاكت بيبدأوا يغنوا حواليه وبيقفوا بيسألوا مين اللي واقف وراك، وللمفاجأة تاكاهاتا بيجاوب صح، والعرايس بتستغرب وبيسألوا انت عرفت ازاي؟ فهو بيقول أنا حفظت تحركاتكم لما شفتكم بتلعبوا مع تاكا وتيرا. وبعد ما تاكاهاتا نجح العرايس بتتبخر وبيظهر مكانهم مفتاح، وتاكاهاتا وتوكسا بيقدروا بعدها يخرجوا من الأوضة ومعاهم المفتاح، وبيشوفوا واحد من الطلاب بيجري وكان معاه مفتاح وكان بيطارد واحدة من العرايس، والطالب ده بيحذرهم وبيقول لهم لازم نمسك في إيد بعض لأن العروسة دي بتقتل الطلاب اللي واقفين لوحدهم. وكده فريق تاكاهاتا معاه مفتاحين، وبعدها بيسمعوا صوت وبيتحركوا في اتجاه الصوت، وبيطلع ان الصوت جاي من اتشيكا اللي كان بيطاردها العروسة، وتاكاهاتا بيسيب الناس اللي واقف معاهم وبيجري لاتشيكا علشان ينقذها، وبيمسك ايديها في آخر ثانية قبل ما العروسة كانت هتقتلها. وبعد كده في راس خشبية كبيرة بتظهر في الحيطة، وفي عداد للوقت شغال في راسها، و7 أماكن لمفاتيح، وفريق تاكاهاتا بيقابل 2 طلاب تانيين وكان معاهم مفتاحين، وبكده عددهم بقى 6 و4 مفاتيح، يعني فاضل شخص و3 مفاتيح، وقدامهم دقيقتين بس. وفريقنا بيحس باليأس وبيظن إن مفيش وقت، وفي شخص بيرمي ال3 مفاتيح قدامهم، وبيطلع أمايا وكان معاه طالب تاني، وبما إنهم كلهم 8 فأمايا بيقتل الطالب اللي معاه علشان يصبحوا 7، وتاكاهاتا ما كانش عاوز أمايا أصلا ينضم ليهم، بس بيضطر يوافق لأنه محتاجه، وبيحطوا ال7 مفاتيح في الراس الخشبية علشان يروحوا للتحدي اللي بعد كده. والراس الخشبية بتقول لهم التحدي خلص وبتأمرهم يغيروا لبسهم، وبعدها بتختفي وبتفتح لهم نفق يخشوا منه، وبيعدوا من النفق ده وبيوصلوا للجنب التاني اللي كان مكان كله تل. وفريقنا بيحس بالأرض بتتهز وبيظهر بعدها دب قطبي عملاق لونه أبيض وبيقعد يعمل عرض قدامهم، وبعدها بيتوقف والدب بيقول لهم أنا بكره الكذب، فالتحدي ده هو إني هسألكوا أسئلة ولازم تجاوبوا بصدق، بس لو حد فيكوا كذب فلازم تحاولوا تختاروه أو تختاروا حد تضحوا بيه علشان تروحوا للمرحلة اللي بعدها. وبعد ما الدب شرح القواعد بيسألهم إيه أكلتكم المفضلة؟ وفريقنا شايفه سؤال سهل جدا وكل واحد بيجاوب، بس الدب بيشم ريحة الكذب وبيقول للفريق قدامكوا دقيقتين ولازم تطلعوا الشخص الكذاب أو تضحوا بأي حد. وساعتها كله بيتهل التاني وبعدها بيرموا شكوكهم للطالب ده لأنه لما جاوب قال أنا وجبتي المفضلة هي الخضروات، والخضروات أصلا مش وجبة كاملة. والطالب بيفضل يقول لهم أنا مش كذاب، أنا بحب الخضروات فعلا، بس خلاص فريقنا اختاره هو وشكوا فيه، فالدب بيسحق الطالب ده وبيقتله. والدب بعدها بينتقل للسؤال التاني وبيسألهم إذا كانوا بيحبوا تاكاهاتا، ولأن إتشيكا وتوكسا معجبين بتاكاهاتا بيقولوا إحنا بنحبه، وأمايا كمان بيقول أنا بحبه، وباقي الطلاب بيقولوا بنحبه. وبعد ما الكل جاوب الدب بيقول فيكوا واحد كذاب، وإتشيكا على طول بتتهم أمايا وبتقول أمايا أصلا مش بيحب حد، والاتنين بيفضلوا يتجادلوا بينما تاكاهاتا بيتساءل ليه ممكن حد يكذب مادام الدب هيعرف. فالدب بيقول لتاكاهاتا برافو عليك انت عرفت السر، في واحد منكو كائن فضائي ومتنكر في هوية بشري وهو اللي عمال بيكذب من البداية، فانتوا لازم تعرفوه وتتخلصوا منه وإلا هيبقى هو السبب في انكو كلكو تموتوا. وبعد ما الدب قال الكلام ده في طالب بيقول ان الكذاب هو توكسا، لان اكيد مش انا وصاحبي كائنات فضائية لاننا من نفس المدرسة، وتاكاهاتا وإتشيكا وأمايا من نفس المدرسة، فانت الوحيدة المختلفة ما بيننا ولازم نضحي بيكي. بس تاكاهاتا وإتشيكا بيدافعوا عنها والوقت بيبقى قرب يخلص، والطالبين اللي من نفس المدرسة وأمايا بيختاروا توكسا، فرأي الأغلبية هو اللي بيمشي والدب بيسحقها وبيقتلها. وتاكاهاتا بيتصدم إن حبيبته القديمة ماتت ومش بيتبقى منها غير شوية دم، والدب بيستعد علشان يسأل السؤال اللي جاي، بس تاكاهاتا بيوقفه وبيقوله أنا عرفت مين هو الشخص الكذاب. والدب بيتفاجئ لما بيعرف إن هو الكذاب وبيقول توكسا هي اللي ساعدتني أعرف كده،
لأن دمها شال الدهان الأبيض اللي انت رشه على جسمك، يعني لونك الحقيقي هو الأسود. فبالتالي انت الشخص الكذاب والمخادع من البداية. والدب بيتعصب إن تاكاهاتا كشف سره، وبيحاول يهاجم الطلاب ويسحقهم، بس الطلاب بتهرب منه لحد ما الدب في الآخر بيقع في مكان سخن، فجسمه بيتحرق واللون اللي على جسمه بيسيح. وفي الآخر الدب بيتقبل الهزيمة وبيعلن انتصارهم في التحدي. وبعدها فريقنا بينتقل للمكان الجديد اللي هيلعبوا فيه التحدي الجاي، وبيخش عليهم عرايس صغيرة وبترحب بيهم وبتقول لهم إن التحدي ده هو التحدي الأخير، وواحد منكم هيتم اختياره هيكون اسمه إيكوما. وإيكوما هياخد العلبة دي وهيحطها في الدايرة الحمراء اللي على الأرض. وفي الوقت ده باقي الطلاب هيروحوا يستخبوا، وإيكوما هيبدأ يدور عليكم. ولما إيكوما يشوف أي شخص ينده على اسمه بصوت عالي وياخده ويحطه في الزنزانة، وبكده يبقى إيكوما مسك الشخص ده. ولو إيكوما حط 3 طلاب أو أكتر في السجن هو اللي هيكسب، بس لو أي طالب طليق قدر يشوط العلبة فالكل هيتحرر ما عدا إيكوما، هو اللي هيتحبس في القفص. لكن لازم تكونوا عارفين إن العلبة جواها قنبلة، فلو حد شاط العلبة فالقنبلة هتنفجر فيه، يعني الشخص ده هيتضحى بنفسه علشان الباقي يعيش. وآخر حاجة العرايس بتقولها إن التحدي مش هينتهي إلا بغروب الشمس اللي هو حوالي ساعة، ولو الساعة خلصت وإيكوما ما كانش حابس 3 أشخاص أو أكتر فهو اللي هيخسر. وبعد ما القوانين اتشرحت، واحدة من العرايس بتطلع 5 عيد شلاب لاختيار الطالب اللي هيصبح إيكوما. ولسوء الحظ الطالب اللي بيطلع إيكوما هو أمايا، أكتر طالب مجنون وشرير فيهم. وبتبدأ اللعبة وكل الطلاب بيجروا يستخبوا، وأمايا بياخد العلبة وبيحطها في الدايرة الحمراء وبيجري علشان يدور على الطلاب. وبيقدر أمايا يلاقي الطالبين اللي من مدرسة تانية بكل سهولة، والطالبين حاولوا يضربوا أمايا بس هو كان أقوى منهم وقدر يتغلب عليهم ورماهم في الزنزانة. وتاكاهاتا وتشيكا شافوا اللي حصل ده من بعيد، ولكن أمايا قدر يشوفهم ويعرف مكانهم وبيتجنن ويضحك. تاكاهاتا بيحاول يتصرف وبيربط حبل علشان يخرجوا بيه من الشباك، لكن أمايا بيوصل بسرعة وتشيكا بتدرك إنهم مش هيلحقوا يهربوا، فبتحاول توفر وقت لتاكاهاتا وبتوصل بنفسها لأمايا. وأمايا بعد ما مسك تشيكا بيروح بسرعة علشان يمسك تاكاهاتا، لكن تاكاهاتا بيبقى هرب. وتاكاهات كان عارف إن أمايا هيروح يحرس العلبة، فبيروح على أي مكان يستخبى فيه. وأمايا بيكلم تاكاهاتا بصوت عالي وبيحاول يقنعه يظهر ومش هيقبض عليه، وبيقول له أنا خلاص قبضت على 3 أشخاص فإحنا الاتنين ممكن نكسب سوا. بس تاكاهاتا ما كانش مصدقه وعارف إنه كذاب، وبيدور في المكان على أي حاجة ممكن يستخدمها، وبيلاقي بدلة صفيح. وتاكاهاتا بيخرج من عنده وهو لابس البدلة علشان يحمي جسمه من الانفجار لما يشوط العلبة. بس المشكلة إن البدلة كانت تقيلة جدا ومقيدة حركته، وغير كده تاكاهاتا بيظهر بشكل محرج وبيوقع من إيده السيف على الأرض وبيتراجع لآخر القلعة وبقى بدون حماية. وأمايا بيشيل الخوذة اللي لابسها وبيتريق عليه، بس بيتفاجئ لما لقى لابس سلسلة، وبيطلع إن كل اللي حصل ده كانت خطة تاكاهاتا من البداية. وتاكاهات قدر يربط السلسلة في جسمه لما أمايا شال منه الخوذة، وكده بيمنعه يروح للعلبة. وتاكاهاتا بيتكلم وبيقول أنا كنت شايف الحياة مملة ونفسي في أي تغيير، بس بعد اللي حصل والألعاب اللي دخلنا فيها أدركت قيمة الحياة اللي كانت عندي وطلعت غبي. بس للأسف الإنسان مش بيقدر النعمة اللي في إيده. وبعدها تاكاهاتا بيرمي جسمه من فوق القلعة وبيسحب معاه أمايا اللي بيحاول ما يقعش معاه. وتحت تاكاهاتا بيبقى خرج من البدلة وبيتسلق تاني، وأمايا بيحاول يسحب البدلة الصفيح التقيلة قوي دي في أسرع وقت. وتاكاهاتا بيطلع على السطح وبيتحرك ناحية العلبة علشان يشوطها، بس جسمه كان مرهق وبيتحرك بالراحة. وأمايا بيعافر وبيسحب البدلة في الوقت المناسب وبيتخلص من السلسلة وبيحاول يوقف تاكاهاتا. وتاكاهاتا بيقدر يشوط العلبة وبالتالي بيحرر زمايله، وكله بيخاف من الانفجار، ولكن مش بيحصل أي انفجار، وبيطلع إن ما كانش فيه قنبلة جوه العلبة. وبعدها بثواني الشمس بتغرب والتحدي بينتهي، والعرايس بتظهر وبتعلن إن تاكاهاتا هو الكسبان، وبيقولوا إنهم كسبوا بخصوص القنبلة، وهم قالوا كده بس علشان يخلوا التحدي مثير أكتر. وأمايا بيتضايق من الخسارة ولأنه هيموت، بس العرايس بيقولوا إن التحدي الأخير كان كله مجرد لعبة ومحدش هيموت. وبتبدأ الاحتفالات في السمك اشتغل، والطلاب يفرحوا إنهم أخيراً هيخرجوا عايشين، والعرايس بتديهم آيس كريم كهدية ليهم على المكسب.
وتاكاهاتا بياكل الآيس كريم وبيفكر مع إتشيكا هيعملوا إيه لما يخرجوا. وبعد ما بيكلموا الوقت طويل، تاكاهاتا بيلاحظ إن في كلام مكتوب على العصاية بتاعته، بس مش بيدي اهتمام وبيكمل كلام مع إتشيكا. لكن إتشيكا بتعيط بعد ما بتقرأ الكلام اللي على العصاية بتاعتها، وكان مكتوب انتي خسرتي وهتموتي. والعرايس بتتكلم تاني وبتقول إن كل تحدي انتوا دخلتوه كان محتاج مهارة وذكاء، لكن في الآخر الحظ هو اللي هيحدد مين هيعيش ومين هيموت. وبيقولوا كمان إن كل آيس كريم انتوا خدتوه مكتوب عليه مصير كل واحد فيكم. وبعد ما تم تحديد مصير كل واحد فيهم، إتشيكا والطالبين بيتضربوا بليزر من إحدى العرايس وبيتبخروا في الحال. وتاكاهاتا وأمايا بينتقلوا لفوق المكعب اللي طاير في اليابان، وكل الناس بتحييهم علشان قدروا ينجوا. بس تاكاهاتا كان في قمة الحزن علشان فقد حبيبته إتشيكا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنسوش تدوسوا لايك وساعدونا نوصل الحلقة دي ل80,000 لايك.